بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة السويس الإخبارية النهاردة بتعرض مشكلة جديدة من مشاكل التربية والتعليم. النهاردة بقى المعلم غير المفاهيم ديت. طب ما نسمع الحكاية من المدام. ايه الحكاية بالظبط؟ حضرتك أبلة الدين بتدي ابني في سنة أولى أولى تالت تديله دين. ابنك اسمه ايه؟ يوسف أحمد السعيد. في مدرسة ايه؟ حافظ إبراهيم. دي فين المدرسة دي؟ المستقبل. تمام معاك. ابتدائي. كانت ضربته بالقلم لأن الطفل نام على التختة، فأنا رحت بكلمها بالراحة بقول لها ده طفل ما يضربش بالقلم، فحضرتك يعني بأي أسلوب اضربيه تاني، مش لازم بضرب القلم يعني. طبعا زعقت في الطرقة وقعدت تزعق وتشتم وتقول لي ده انا كويس اللي انا ما سقطتوش في الترم الاول واحمدي ربنا مش احمدي ربنا، وقعدت ازعق. فاسلوبي ما عجبنيش معاها، رحت نزلت اشتكيتها للمدير بتاع المدرسه. الكلام ده تقريبا كان يوم الاثنين. في يوم الخميس انا كنت تعبانه الثلاث ايام دول، في يوم الخميس رحت اود الطفل بكلمها بالراحه بقول لها حضرتك عايزه انهي ايه اللي يكتبها الواد او انهي ايه يحفظها الواد. راحت باسلوبها كده نادت على الطفل وهو في ايدي، كتبت الواجب، راح قال لها لا. حفظت الايه، راح قال لها لا. رحت قلت اتفضل اقفل على السبوره. فانا بقول لحضرتك انا جايه معاه والدته، انا جايه معاه افهم من حضرتك انت يعني انت عايزه ايه وانا اعمله لك في البيت لما يروح معاه الطفل. اتفضلي اطلعي بره. ورحت مزعقه قلت لها انا مش جايه اشحت منك، انا واحده موظفه بكلمك بالادب، بقول لحضرتك انهي ايه اللي انت عايزاها، انا مش جايه اشحت منك عشان تقولي لي اطلع بره. اطلعي اطلعي بره، ما تعصبنيش، اتفضلي اطلعي بره. طبعا هي طلعت قبلي قدامي من على الفصل، طلعت انا على الفصل لقيتها بتندى على الناظر بتاع المدرسه استاذ محمد عطيه، استاذ محمد يا استاذ محمد. فانا رحت واخده الواد من على السبوره قلت لها اندهي حضرتك، انت عايزه تندهي اندهي، انا مش خايفه منه. لقيتها راحت ضرباني بالقلم على وشي وكان الطفل معايا. ايه؟ ضربتني بالقلم على وشي والطفل كان معايا. فطبعا لما انا ضربتني بالقلم وانهارت الواد خاف وقعد يعيط، فانا ما قدرتش ان انا اتكلم معاه ولا اعمل اي حاجه. لما لقيتها ضربتني فانا انهارت وتعبت، فانا بتجيلي نوبات تشنجات. نزلت وراها المكتب تحت ونزلت معاه المدرسين معاه في الفصل اللي هم زمايلها في الفصول طلعوا راحوا نزلوا المكتب. على بال ما اتصلت بجوزي يجيلي كنت حاله التشنجات جات لي مرتين. طبعا قعدوا يفوقوا فيا وجابوا لي عصير وجابوا لي حاجات دافيه وسكر عشان يفوقوني، وقعدوا يقولوا لي خلاص معلش واحنا هنجيبها لك تتاسف وحقك علينا ومش حقك علينا. طبعا هي نزلوها في الاخر. حسيتي بالإهانة لما ضربت بالقلم؟ طبعا القلم طبعا وجعني، وازاي ان انا اتضرب قدام العيل قدام الفصول كلها. انا دلوقتي جايه اكلمك بالراحه، ما توقعتش انها تمد ايدها عليا بالقلم وتضربني يعني. انت مدرسه دين يعني، ده عيل صغير تلبيه زي ابنك. طبعا لما ضربتني بالقلم سابت عليا نفسي، نزلت بقى تحت. كان ابنك واقف وانت بتضربي؟ نعم. كان ابنك واقف وانت كان بتضربي؟ واقف ابني وابني لدرجه اللي هو خاف يخش المدرسه تاني بسببها، مش عايز يخليني اروح تاني المدرسه ويقول لي امي هتضربني تاني لو رحت بيا. والواد مش عايز يحضر حصه الدين عشان بيخاف منها. بس قعدوا يهدوا فيا وراحت نزلت. إدارة المدرسة كان لها رد فعل في الموضوع دوت؟ رد فعل المدرسه معلش احنا هنجيب لك حقك ومش هنقعدها هنا والله وهتعتذر لك، ولو انت عايز ترد لها القلم رديه لها. طبعا انا لما جيت لحد التشنجات ما قدرتش اتملك في جسمي ولا قدرت اقف. جه جوزي راح فوقني وخدني ورحت ماشيه وقعدوا يصالحونا انا وجوزي وحقك علينا ومش حقك علينا واحنا هناخد معاه اجراء وخلاص. على كده خلص الحوار ومشيت انا وابني، انا وجوزي. طلع ابني فوق الفصل خدوه من المدرسين وطلعوه. طبعا الواد قعد يعيط، راحت هي جت في الفصل لقيته بيعيط، قالت له بتعيط ليه يا يوسف؟ قال لها ده ماما تحت عيانه. راحت قالت له لا خش حبيبي الفصل، وبابا خدها مامتك ومشي وماما كويسه. بس ادي الحوار كل اللي حصل. انت عينك دمعت ليه وانت بتتكلم معايا؟ طبعا حضرتك سابت عليا نفسي يعني ازاي انا راح يعني انا راح اكلمك بالراحه تضربيني؟ هي دي معلمه ازاي تضرب واحده؟ مش انا بس اللي خايفه منها، ده كمان الواد خايف يروح تاني المدرسه بسببها. السيد مدير التربية والتعليم، ما اعتقدش ان الموضوع دوت يرضي سعادتك. نتمنى
اتمنى من السيد مدير التربيه والتعليم يتخذ اجراء في الموضوع دوت. مش هينفع اروح اودي ابني عشان اشتكي اتضرب. وهل هي دلوقتي تربيه الولاد، ده طفل في سنه اولى ومدرس الدين منتظرين رد من مديريه التربيه والتعليم على الموقف ده؟ مش ده بالاخص، في اكيد مواضيع تانية كتيرة مماثلة. نتمنى ان يبقى في احترام ما بين الطالب والمدرس وولي الامر. حاسه ان انت اتهنتي؟ طبعا جوزي طبعا ما قدرش يعمل حاجه، انا ما اقدرش ان انا اضربها. هسألك سؤال واحد، لو ابنك حصلت معاه مشكله تقدري تروحي مدرسه تاني وتواجهي هناك نفس المدرسه؟ لا طبعا. ليه؟ اخش ازاي؟ ما هو ضربتني في المدرسه، اخش ازاي؟ شكرا.